عندي سؤال فيه فضول شخصي. اتفضل. في أحد المقابلات لك أنت قلت أن أنت مرة دفعت $2000 عشان تتعلم 3 كلمات بس. أنا بعرف ال3 كلمات هذه. استثمارك في المايند سيت. انت دلوقتي راجل ناجح بمقاييس السوق وبمقاييس الناس، انت راجل ناجح فمش محتاج. وعلى الرغم من كده اللي انا اعرفه عنك انك سنويا بتستثمر في عشرات الالاف من الدولارات في تريننجز وكورسز في حاجات انت اوريدي شاطر فيها. اولا انا مقتنع انه مهما الانسان وصل لاي ليفل هو عمره ما هيوقف يتعلم. فانا عندي القناعه دي وبتابعها وبفضل اطبقها على نفسي. انا بفضل اطور من قدراتي في كل حاجه. انا بكتشف مع الوقت ان انا ممكن مش واصل فيها لاعلى ليفل. في مبدا اسمه perfectionism او ازاي تبقى كمال. توصل بالظبط، توصل اكتر شيء للمثاليه. الكمال لله وحده، ولكن المثاليه ممكن نقدر نوصل لها. ما نقدرش نوصل للكمال لكن نوصل للمثاليه. فانا لو سمعت انه الشخص الفلاني ده اجمد واحد بيعلم الناس ازاي يحققوا بيع، فبالتالي هفضل اروح لكل واحد بيقولوا عنه كده، لانه اكيد هسمع منه معلومه ولو جمله ممكن تساعدني ان انا اقفل صفقه ب$10 مليون. يعني عادي انك تدفع $5,000-6,000 في كورس وكل اللي تخرج بيه منه معلومه واحده. انا ممكن اخرج بكلمه واحده. انا دخلت كورس مع حد من الناس المشهورين جدا يعني اسمه جوردن بيلفورد، اللي هو عمل فيلم وولف اوف وول ستريت. قعدت 4 ساعات. ال4 ساعات دول خرجت ب3 كلمات غيروا لي حياتي. 3 كلمات. 3 كلمات. وال3 كلمات دول فعلا اللي انا استفدته من كل الساعات اللي اتكلمها. وكنت دافع آلاف الدولارات في الكورس، ولكن ال3 كلمات دول فعلا ساعدوني ان انا اعرف اغير طريقه تفكيري تماما في ازاي افهم كل البياعين اللي عندي ازاي يعرفوا يحققوا سيلز اعلى، وامتى احفزه وامتى احبطه. يعني اصلا انت تعاملك مع الاستاف اللي عندك في ازاي يقدروا يحققوا بيع ليك، لان انت عمرك ما هتختني طول ما انت قايم على نفسك بس. اوكي، وان مان شو. بالظبط. انا مقتنع انك اقصى حاجه يا عم، ما هي دي بقى المشكله. ما دي بفلوس بقى. بفلوس ده كتير. عايز يا باشا ادفع تاخد يا باشا. وانا خارج بره في تذاكر اقولهم لك على طول. بالظبط كده. بس اكشلي يعني خليني اقول نقطه. اي بليف ان ال3 كلمات دول مش هيبقوا مناسبين لاي حد الا اللي مر بالتراك بتاعه، لان هم كانوا ساعتها دول ال3 كلمات اللي ناقصينه. ومشكله الناس اللي بتنمي مهاراتها على طول ان بيحصل عندها حاجه اسمها تناقص المنفعه المعرفيه. انت كل كورس بتحضره بتستفيد اقل من الكورس اللي قبله. صح. لحد ما هتلاقي نفسك فعلا بتدفع آلاف الدولارز عشان تروح تقعد اسبوع كامل تسمع كلمه بس. على قد ما هي كلمه على قد ما دي تبقى اللمسه الفينش اللي بتجيب بيها جون في الاخر. وبتبقى فايت مع الايجو انك تحضر هيقولوا ايه يعني، ما انا سمعت الكلام ده كله قبل كده. فده اللي انا بدات قلت مش احنا جايين نشير اكسبيرينسز مع بعض. اولا انا ما قلتش عشان اتعلم 3 كلمات، انا قلت انا دفعت آلاف الدولارات في كورس من الكورسات. أيوة. وطلعت من الكورس ب3 كلمات. أنا بعرف ال3 مش كلمات. دفعت الفلوس علشان عليك. اتعلم ال3 كلمات. كلمات المهمين هذيلا. المشكله ان الكلمات دي مش هينفع اقولهم لك عشان حاجه واحده، مش عشان انا مش عايز اقولهم، علشان هم تفسيرهم بالنسبه للناس صح. غير مفهوم. يعني الناس مش هتقدر تستوعب اعطينا كلمه منهم. بروباجندا. اللي هو الضجه. لا، هو مثلا اي حد هيسمع الكلمه دي هيفتكرها بالمفهوم بتاع حاجه عاديه ومعروفه طبيعيه. البروباجندا ده علم. صح. انا ما كنتش عندي منه درايه كافيه. يعني ايه بروباجندا؟ كنت فاكر واحد يقول لك ده بيعمل بروباجندا، يعني دعايه يعني ولا ايه؟ مش مفهوم. بس لما تم شرح هذه الكلمه بالطريقه الصحيحه غيرتني. انا كنت على فكره انا خدت الكورس ده وانا ببتدي شركه بيكي باربر، ما كنتش لسه فتحت اول محل. الكلمة دي علمتني يعني ايه انشئ علامة تجارية في اقل من 6 شهور تصبح اقوى علامة تجارية في هذا المجال في الدولة اللي انا فيها. من كلمة. الناس مش فاهمة ده. صح. لانه موضوع غير منطقي بالنسبة لهم ان كلمة ممكن تغير حياتي. لا، انا كلمة غيرت حياتي. كلمة غيرت حياتي في البيزنس. فبديك مثل كلمة منهم هي البروباجندا. البروباجندا لازم تغير بيها نظريه حاجه مغلوطه. يعني امتى كوكاكولا عملت بروباجندا او بيبسي عملت بروباجندا؟ لما عارف الكوكاكولا بدايتها كانت ازاي؟ كانت بتتباع في صيدليه. بالظبط. كنت بتحط الكوكايين صح. على ماده الكراميل دي صح. مركزه معاها صودا وبتنشئ ده. فبيبسي عملت بروباجندا لغسل عقول الناس وتغيير فكرهم بان البيبسي هو مشروب صحي نتيجه انه لا يستخدم الكوك.
صح. فاذا المفهوم ده بروباجندا. الحركه اللي عملت عليها دي صح. دي بيور ادفرتايزنج، دي دعايه. البروباجندا منظورها اشمل بكتير، صح. بيتضمن تغيير سلوكيات الناس. يعني انا كان ايه جزء البروباجندا اللي انا عملته في بيكي باربر؟ اني غيرت منظور الناس تجاه الحلاق. المصريين كانوا عندهم رؤيه للحلاق انه شخص متدني. بديع، بتعرف تعمل القصه دي؟ يا عم روح وعلي الطموح. ايوه. ايه ده؟ انت بتلعب باتشي؟ الله، وكمان هتنزل في بوتشينسي. بتدرب الحق زميلك اهو مات يا عم. طب خد هيلز، طب خد بيلز، طب خد المكنه وخلينا نلعب. انا هو انت تصنيفك ايه؟ هتلاقيك برونز، انا بقى تصنيفي ذهبي. يا نهار اسود، نام على بطنك كده، نام على بطنك. هاي فوطه سخنه يا ابني. انها مهنه ملهاش قيمتها، فما كانش ينفع يخش عند حلاق ويقتنع انه يدفع ارقام عاليه، لان هو شايف ان المهنه دي ما تستاهلش ان يدفع لها فلوس عاليه. فانا جملت صوره مصفف الشعر في عقول وعيون المصريين. اللي عندك في البيتش فرونت، ده انا اخذت موعد عندنا، انا حلقت عندهم بالزبط. بموعد. انت تروح تدخل ابى احلق، ما فيها الكلام، موعد وتتصل وتنتظر وشاي وقهوه انا استمتعت. انت جيت كمان بعد اللي هو البيزنس بقاله 8 سنين. انا استمتعت. انا عايز احكي لك بقى، بقول لك على اول تجربه وانا بفتح. التحدي النفسي انك تخش تلاقي بقى ناس لابسه ابرون ولابسه كابات وريحه المحل عود وبتجيب ميوزك من المانيا بتشتغل وكراسي كلها مستورده من ايطاليا. انا مرتاح، هي كده مرتاح. الناس بقى ما كانش عندها المبدأ ده، ازاي اعمل بروباجندا في الشارع. فانا عملت ايه؟ عملت حملة اعلانية اسمها كل قصة وراها قصة. كده كل قصة وراها قصة. وابتديت احكي قصة كل حلاق بيروح المحل بتاعه، هو خلفيته اللي اكتشف بيها فنه في الحلاقة جه ازاي. فهو عمل لك القصة دي من اني قصة. فابتديت اصنع للراجل ده قيمة. يقول لك سيل ستوري، بيع قصة. صح. فانا بعت قصه الحلاق اللي راح يقص لك شعره وحب يعمل لك قصه معينه بفكر معين. انا عملت بروباجندا ايجابيه لصنع قيمه، لان مجال الحلاقه يدفع فيه فلوس كتير. انا وصلتني بروباجندا مالتك ان انا عندي ميتنج وكان في النخله وما في وقت غير لازم اروح حلاقها. رحت عندهم كلمتهم، اخذت موعد في التليفون، رحت جلست. صحيح جلست تقريبا نص ساعه. لما جلست سووا لي اظافري، جلسه حلوه، المكان مريح، خلصت مكالماتي، بعدها خلصت مع الرجال، اعطاني فعلا يعني تحس ان انت يو ار كيف experiencing something new. Exactly. مش ان انا رايح احلق وماشي، لا، مليون في المية. انت رايح ريلاكسيشن، راح تمر التجربه بالضبط، وترتاح. يقول لك خلي تليفونك، يحط لك فوطه حاره، يسوي، تحس ان انت فعلا مرتاح، تحس انك طالع نشيط. It's really a great idea للامانه، يعني الله مبارك. ربنا يخليك.